صباح الخير يا حبايبي لو بتشوفوني بالنهار، ومساء الخير بقى لو هتتفرجوا على الفيديو بالليل. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا جايه لكم بقى النهارده بروتين كده تشجيعي وتحفيزي عشان ايه؟ عيد الاضحى. يلا كده يا شطوره انت وهي، قومي كده وضبي بيتك ونضفي كده الدنيا، وما تملي بيتك كده حيويه ونشاط بالحركه كده والطاقه والباور اللي عندك. ويلا كده تعالي شوفي معايا انا عملت ايه. انا عندي هنا دي الصالة، مسكت كده المقشة قوام قوام ويلا كنس كنس كده على السريع، وقوام قوام خليت الارض فلة شمعة منورة. طب عشان هعمل ايه؟ هكنس كده وخلاص؟ لا طبعا. انا هجيب السجاد كده دلوقتي وهفرشه، وهنزل عليه بالمية وايه. بس خلينا كده واحدة واحدة مع بعض اهي. دي اول سجادة، بوريكم ان انا ايه هغسل كده بالفرشه عشان ايه ما اطلعش كده ان انا موطيه والكلام ده كله. لكن خلف الكواليس ده انا ممكن امرمط نفسي على السجاده دي عشان انضفها. انا طبعا سجادي بفضل الله يعني مش متوسخ ولا فيه بقع ولا اي حاجه، بس هو ايه، ما بخليش حد يخش على السجاد بالجزمه ولا الشبشب ولا الكلام ده كله، موقفه لهم عسكري كده عند باب الشقه، كله يقلع قبل ما يدخل. انما بقى ايه تراب يعني. الواحد بقى طبعا على العيد بيحب الحاجة تبقى كده كلها مستعدة لاستقبال العيد ونضيفة كده ومنورة. ونزلت بقى بالصابون وايه شوية كلور صغيرين، ويلا اديله بالفرشة. يلا كله يتنضف كده عشان الحاجة كده تزغرط وتفرح كده على العيد. اهو الجزء التاني بقى بالصابون ويلا. يلا يا هيام بالفرشة يلا. بقيت نازلة بقى على السجادة ايه. بقالي كتير ما عملتش العملة دي يا جماعة. بحب الصيف انا عشان المية والصابون والرغاوي والحاجات الجميلة دي. اه الشتا حلو وكل حاجة، بس لا ما بنشوفش احنا في الكلام ده في الشتا غير قليل قوي. نبقى بنغسل الحاجة واحنا كاشين غصب عننا. لكن في الصيف مبقاش عايزين الشغل يخلص. والواحد طالما اتحمس بقى واشتغل يلا دي تجر دي وقوام قوام تلاقي نفسك ايه، خلصت الدنيا كلها. وطبعا لما تبقى ايدك في الحاجة اول باول كده ما تسيبيش الحاجة تبقى متوسخة الحاجة المتوسخ جامد يا جماعة بتاخد منك مجهود في النظافة، وبرضه بتطلع في الاخر كفاءتها مش قد كده. ما تلاقيش المنظر اللي انت كنت حابة تشوفيه من الاول عليها يعني. اهو شفتوا المية نازلة زي الفل. كنت جايباها نضيفة ولا ايه يا هيام؟ لا والله يا جماعة كنت فرشاها، بس انا ايه يعني ما عنديش اطفال بقى يوقعوا اكل على الفرش ولا السجاد ولا الكلام ده كله. يلا السجادة التانية اهي. يلا دعك 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 اوام. انا مجريه برضو الفيديو يا جماعه، انا مش هيرو يعني هضحك بالطريقه دي. لا انا بس مسرعه الفيديو معاكم عشان ما تتضايقوش بس من طول الفيديو، لان لقيت الفيديو هيعمل حوالي تلت ساعه، فايه لا انا مش عايزه برضو لو حد بيتفرج من باقه ولا حاجه ما ايه باقته ما تخلصش عشان يتفرج على فيديو يعني. اهو. يلا شفتوا الرغاوي؟ هو ده الصيف بقى، هو ده العيد يا جماعه. ستات البيوت هي دي فرحة العيد، ان احنا نقعد نتعب في نفسينا ونغسل ونعمل. بس بصي يعني خليكي واحدة واحدة. يعني النهاردة غسلتلك سجادة، بكرة ممكن تاخدي مشاية في الحمام كده تغسليها، لو حمامك مثلا مكانه يعني يسمح انك تاخدي فيها المشاية تغسليها. تنزلي الستاير تعملي لها دورة غسيل اهو. انا لسه بقول الستاير اهو. نزلت الستاير عشان ايه اغسلها برضو. هتصبني شباك، هتصبني باب، هتعملي مثلا هتصبني الأوضة دي النهاردة، هتصبني الأوضة دي التانية النهاردة، اليوم اللي بعده كده يعني. واحدة واحدة. لو انتي طبعا ايه ست قاعدة في البيت ما بتشتغليش مش موظفة ولا حاجة وما وراكيش حاجة، يعني برضو ايه ما تضغطيش على نفسك عشان ما تلاقيش نفسك تعبتي وكرهتي الشغل وتقولي لا التنظيف صعب عليا، ده تقيل ده مش لا. لو كل يوم عملتي حاجة بجانب الأكل والمواعين بتاعتك هتلاقي كل حاجة عدت من عليكي في خلال أسبوع بيتك بقى راح زي الفل. انا مسكت هنا الشبابيك كده من التراب طبعا بتاع الكام يوم اللي فاتوا دون، بالفرشه كده مسحت كل التراب وجبت الزعافه ازعف الحيطه وازعف السقف كده لو في عنكبوته ولا حاجه. وكله كده بيبقى ايه في ثواني والله يا جماعه ما بياخدش حاجه. السقف كده اوام اوام. ما عندكيش زعافه هاتي المقشه بس تكون نضيفه عشان ما تعملكيش بقع في السقف ولا حاجه. وهنا بقى حطيت صابون على كروب والسبونشه ويلا. الشبابيك بقى مطرح الايدين بقى والتراب والحاجة بتزغرط يا جماعة والله، بعد ما الواحد يخلصها كده تحس ان انت كده نفسيتك مرتاحة، وخرجتي كل الطاقة السلبية من البيت كده بالنظافة واللمعان والرغاوي والصابون
والبيت كده يروح ريحته حلوة اهو. الشباك بقى يلا عشان تعيد. انا مش هكتفي بكده، لسه في روتينات تاني باذن الله برضو هوريها لكم. يلا الضرفة التانية، قوام قوام كده على السريع، وتلاقي الدنيا كلها بقت فل شمعة منورة. الجو حر بقى دلوقتي بيشجع على ان الواحد يشتغل، غير ما تبقى الدنيا ساقعة. يعني الواحد حابب بقى يحط نفسه في المية والكلام ده كله، والازاز والخشب وكله. بعد كده بقى ايه، مية نضيفة واشطفي قوام قبل الصابون ما ينشف على الشبابيك وعلى الحيطان. طب اسكت بقى بعد ما صبنت الشباك، لا الحيطة نضيفة او كل حاجة، بس ننزل التراب من عليها. عندك بقعة ما يجراش حاجة ما تغسليها، ما عندكيش هتنزلي برضو التراب من على الحيطة اهو. هشطف بقى كده. يلا الدنيا تروح بقى تبقى زي الفل. حاجة تدعيلك كده والبيت ينضف كده يا سلام، وتشغلي بعد كده بقى قرآن، وتقعدي كده في هدوء. عايزة تشغلي موسيقى هادية زي ما تحبي، تتفرجي على فيلم قديم، مسلسل بتحبيه، تبقي حاسة بقى انك كده خلاص عملتي كل مسؤولياتك. والله يا جماعة شغل البيت ما بيخلصش. ان كنت هتخلصي المطبخ يطلع لك الشقة، تخلصي الشقة تخشي في الغسيل، تخشي في معرفش في المواعين. بس الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا. ربنا يدينا الصحة ونعمل. كناش نعمل كده مش هنحس بالعيد ولا بفرحة العيد. حد بقى يجيلك محدش هيجيلك، اعملي لنفسك وتمتعي انتي، ومش مشكلة اي حد اللي يجي برضو البيت اهلا وسهلا. ما جاش حد هتجيليكي انتي برضو فرحة ليكي ولولادك، والبنات بتفرح معاكي. عندك ولاد برضو شجعيهم يعملوا معاكي يساعدوكي اهو. طبعا بقى ايه، بقى عملت جنب جنب يعني كده بقى، الجنب اللي تحت الشباك ده كده الجنب التاني، مفيش بقع ولا اي حاجة بس التراب. يلا قوام قوام كده، حاطه اوكسي في الميه وشويه كلور الوان. ويلا قوام قوام كده هو ايه، الدنيا تروح فل شمعة منورة. ويبقى كده ايه، عطري بيتك نضفيه، اغسلي حيطانك كده. يلا مفيش وقت بقى عشان خلاص احنا داخلين على ايام صيام، وفي الصيام ما يبقاش وراكي حاجه بقى غير انك لو هتنزلي مثلا تشتري شويه طلبات كده تحطي في التلاجة، يبقى مراكيش حاجه، خلصتي بيتك وقاعده مرتاحه ونفسيتك مرتاحه. قبل الوقفه بيوم مسحه كده بسيطه ويروح البيت كله زي الفل، وتفرشي من غير تعب ولا مجهود. وتبقى الست الخايبه جارتك اللي قدامك لسه قاعده ما عملتش اي حاجه، وانت تبقى قاعده مرتاحه بقى اهو. جريت الميه كده وخلاص، مع السلامه.